السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى تكونوا بصحة وسلامة وبأحسن الظروف والأحوال يا رب. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم غراتان بالدنجال سهل التحضير بمقادير بسيطة وكيجي لذيذ بزاف. بسم الله. تحضير هذا الغراتان، اول حاجه غنحتاج هنا 3 حبات ديال البصل متوسطات، كنقطعوهم على شكل دوائر بهذا الشكل هذا. صافي كناخذ هكا مقلاة كنوضع فيها الزيت وغنحط فيها هاد الدوائر ديال البصل. بالنسبه للكميه اللي كتحضروا من كل المكونات اللي غنديروا في هذا الكغاطا كيبقى على حسب نتوما الكغاطا قداش بغيتوا تحضروا ولو مول ديالكم قداش صغير اولا متوسط كبير على حسب اللي بغيتوا. صافي وهنا كنضيف شويه الملح وغنوضع هذا البصل فوق النار وكنخليه كيتشحر. كتبقى هكا البصله كتشحر ومره كنحركها هكا باش ما تحرقش. غادي وخاص ضروري تبقاو تشحروا هذا البصل هذا حتى كيتعسل، لان هذه الطريقه هذه ملي كيتعسل كيجي الكغاطان لذيذ بزاف. صافي هنا خديت 4 الحبات ديال البطاطا سلقتهم بقشرتهم مع مليحه. صافي كنقشرهم كنقطعهم دوائر وغادي ناخذوه عاود واحد 3 حتى 4 الحبات ديال الباذنجان على حسب كيف ما قلت لكم، على حسب الحجم ديال الباذنجان وعلى حسب الحجم ديال المول ديالكم. صافي كتقطعوهم هكا على شكل شرائح والمفروض هكا كدهنوهم كتاخذوا واحد البانسو كدهنوهم بالزيت من الجهتين توضعوهم في مقلاة. انا غير هكا باش نختصر عليا شويه درت شويه زيت هكا في المقلاة وكنوضع فيه هكا شرائح الباذنجان من جهات بجوج، يعني ماشي كتقليو الدنجال كيف ما كتقليو هكا بالزيت كثيره، خاص غير دهنوه من الجهتين بجوج وكتوضعوه في مقلاة حتى كيطيب من هاد الجهه وتعاودوا تقلبوه يطيب من الجهه الثانيه. صافي ملي كنوضعوا هكا الباذنجان غادي نستمروا بديك الطريقه حتى كنطيبوه كامل. كناخذ هكا كاسرونه كنوضع فيها شويه ديال الماء، قليل من الماء، وغنوضع فيها واحد ضامه البنه ديال الغنمي وكتوضعوا فيها هكذا 4 القطع ديال الجبن المثلث. صافي غناخذها نوضعها فوق النار ونخليها كتغلي. كتبقى تغلي بهذا الشكل هذا حتى كيذوب لينا هذاك الفرماج وكنحصلوا على صلصه. صافي هاد الصوص هذه كتكون بهذا الشكل هذا. هنا كناخذوا المول ديالنا غادي ندهنوه بالزبده وكنوضعوا الطبقه الاولى كتكون من البصل. كيف ما شفتوا البصله راه خليتها تشحرات حتى تعسلات، ضروري هاد العمليه ديروها لان كتخلي الكغاتان كيجي لذيذ. صافي بعد ما كنديروا هكا الطبقه الاولى ديال البصل غادي نصفوا فوق هذاك الكميه اللي عندنا ديال الباذنجان. كيف ما شفتوا راني ما قليتوش كميه كبيره ديال الزيت، كيف ما قلت لكم غير دهنوه صافي وكطيبوه من الجهتين فوق النار. ما كتكونش النار عاليه بطبيعه الحال، نار متوسطه. صافي وكنستمر هكذا غادي نستف الباذنجان كله. انا سمحوا لي لان كنت كنصور بايد وكنخدم بالايد الثانيه فشويه كنبقى نحرك في الكاميرا. صافي بعد ما غنستفوا الباذنجان بهذا الشكل هذا غادي نستفوا دوائر البطاطس. كنتمنى حبيباتي اللي كتشاهدوا القناه لان كنلقى واحد النسبه ولو ما كاينش مشاهدين كتار، ولكن هذيك النسبه اللي كتشاهد لي فيديو ديالي ما كيديروش لي لايك وكنلقاهم ما مشتركينش في القناه. فيا ريت فضلا وليس امرا دعموني وحاولوا من تشوفوا لي فيديو هكا تضغطوا على زر اعجاب وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، وشكرا لكم بزاف. صافي بعد ما كنساليو هكا كنستفوا البطاطا كناخذوا هذيك الصلصه اللي حضرنا وكتخويوها هكذا من الفوق في هذا العمول. صافي كيكون الفرن ساخن غادي هكا من الفوق من الوجه ديال فوق البطاطا
غادي ديروا الفرomاج كيكون غابي اولا شرائح واي نوع فرomاج بغيتو اللي متوفر عندكم، وغادي تدخلوه هكا كتدخلوه الفرن وكتخليوه واحد 20 دقيقه هكذاك حتى كيتغراتينا. كتقدموه بصحه وراحه. حاولوا تجربوا هذه الوصفه لان فعلا كتجي لذيذه، كيجي الباذنجان بهذه الطريقه كيجي زوين. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه. ما تنسونيش من الدعم ديالكم. شكرا.